السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي إن شاء الله في المحاضرة الأولى من القانون التجاري، تمام؟ للفرقة التانية نظم ومعلومات. القانون التجاري تمام يعتبر من أهم القوانين في الدستور المصري، تمام؟ يبقى القانون التجاري ده من أهم القوانين في الدستور المصري. ليه بقى القانون التجاري يعتبر عندي من أهم القوانين في الدستور المصري؟ القانون التجاري دوت اللي بيحمي الشركات، ده اللي بيحمي ماشي اي حد، تمام؟ عنده شركة، اي حد عنده محل بيمارس فيه الشؤون التجارية او الشؤون اللي فيها المكسب والخسارة، تمام؟ ده لازم احميه، لازم احميه من عملية السرقة، احميه من عملية النصب، فيجي لك القانون التجاري. فالقانون التجاري من اهم ومن اقوى القوانين في الدستور المصري. دلوقتي ايه هو بقى القانون التجاري؟ قال لك القانون التجاري دوت فرع من فروع القانون الخاص. انا عايزك تمشي معايا كده واحده واحده. اول حاجه هو يعني ايه قانون؟ قانون يعني نظام. يبقى القانون ده النظام، ده نظام انا بحطه علشان اعمل استقرار في المجتمع، علشان يبقى كل واحد ليه حقوق، تمام، وعليه واجبات. فانا بعمل قانون علشان انظم الحاجات دي كلها. طبعا انت القوانين بتتقسم عندك لنوعين، عندك قانون عام وعندك قانون خاص. خلينا دلوقتي في القانون الخاص، اركن دلوقتي شويه القانون العام. القانون الخاص دوت اللي هو بيتكلم على القانون التجاري، قانون العمل، القوانين المدنيه، تمام، قانون الشركات. فانت عندك القانون دوت ده ايه؟ فرع من فروع القانون الخاص، تمام؟ مش احنا قلنا ان القانون معناه نظام؟ فقال لك هنا بقى ان القانون التجاري يهتم بتنظيم الاعمال التجاريه، تمام، وأوضاع التاجر والمعاملات التجارية بين الأفراد وبين الشركات. يعني إيه بقى؟ أول حاجة الأعمال التجارية قال لك اللي فيها المكسب والخسارة. أي حاجة فيها مكسب وخسارة لازم أعمل لها تنظيم، تمام؟ أنا والله كسبت قد كده، خسرت قد كده، تمام؟ فمين بقى ينظمها لي؟ قال لك القانون التجاري. قال لك بعد كده أوضاع التاجر. ماشي، ما هو التاجر دوت ممكن يكون عايز فلوس من حد، ما هو التاجر دوت وسيط. يعني لما ندخل بعد كده في المحاضرات اللي فيها التاجر، التاجر ده عباره عن وسيط. هو بيوصل حاجه لحد تاني مقابل الفلوس. طب هو عايز الفلوس ديت، طب يضمن حقه منين؟ من القانون التجاري. يبقى القانون التجاري دوت يهتم بتنظيم اوضاع التاجر. قال لك بعد كده المعاملات التجاريه بين الافراد والشركات. زي ايه؟ انا مثلا دلوقتي تاجر، وهنفترض ان انا مثلا واحد شبه فتح الله، انا فتح الله او انا كارفور. بعمل ايه؟ بروح اجيب بضايع من الشركات التجاريه زي جهينه، تمام، بيبسي، تمام، الحاجات دي كلها، مراعي، اللي هي الشركات دي كلها. فبعمل ايه؟ انا بروح انا ككارفور بشتري بضايع من الشركات ديت، وبروح بحطها عندي في المركز التجاري، فتيجي الافراد، ماشي، اللي هم المستهلكين، يشتروها مني، تمام. طب انا مثلا دلوقتي واحد عندي محل تجاري للاجهزه الالكترونيه، يبقى انا وسيط ما بين المستهلك او ما بين الافراد وما بين شركه سامسونج او شركه توشيبا او يونيور اير. فانا ايه؟ انا وسيط، انا بنظم المعاملات التجاريه. قال لك ويكون الهدف تحقيق ايه بقى؟ قال لك تحقيق السرعه، ان انا يبقى عندي سرعه في المعاملات، اعرف ابيع واشتري بسرعه، والائتمان في التجارة، إن أنا يكون في بقى أمان، أبقى أنا عارف وحامي نفسي. طب مين بقى اللي بيمارس التجارة؟ قال لك الأشخاص الذين يمارسون التجارة هو التاجر. ده يا باشا إن القانون معمول ليه، من غير التاجر مش هيبقى في حاجة اسمها عندي قانون تجاري. طب مين هو التاجر دوت؟ قال لك إن التاجر ده أي شخص يمارس النشاط التجاري بشروط. أنا دلوقتي علشان أعمل نشاط تجاري او يبقى عندي شركه تجاريه، لازم اما النشاط تجاري بشكل منتظم، يعني انا على طول بتاجر، ما بقاش مثلا عايز اعمل شركه تجاريه لمده سنه واسكت.
او 6 شهور واسكت او شهر، لا، عملت شركه تجاريه او انت تاجر يبقى انت طول عمرك لحد ما تبتدي النشاط بتاعك لحد ما تموت انت تاجر. قال لك ومهني، يبقى دي مهنتك انت مهنتك تاجر مالكش مهنه ثانيه. يعني ما ينفعش انا ابقى اكون تاجر وعندي سجل تجاري واكون موظف حكومه، لا ما ينفعش. انت كتاجر لازم تكون انت تاجر بس، تعيش طول عمرك تاجر. وقانوني، ابيع واشتري في الحاجات القانونيه، ما بقاش مثلا ابقى تاجر اسلحه او تاجر مخدرات، لا، انا تاجر، تمام، ببيع واشتري في الحاجات القانونيه اللي الدستور المصري والدوله المصريه والحكومه المصريه شرعتها. تمام، يبقى القانون التجاري قلنا ده فرع من فروع القانون الخاص، يهتم بالاعمال التجاريه، اوضاع التاجر، المعاملات اللي بين الافراد والشركات، علشان احقق حاجتين: سرعه في التجاره وائتمان في التجاره. اي حد بيمارس تجاره اسمه تاجر، ودوت لازم يكون بيمارسها بشكل منتظم مهني قانوني. طب مين هو بقى التاجر؟ قال لك التاجر دوت ده شخص طبيعي او اعتباري يمارس العمل التجاري بشكل محترف باسمه ولحسابه الشخصي. بمعنى، قال لك شخص طبيعي يعني ده شخص عاقل. شخص الطبيعي يعني شخص عاقل جاب السن القانوني اللي هو ال 21 سنة، تمام، ما عندوش أي إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية، تمام، بيفكر، هو اللي مسؤول عن نفسه، بيعرف ياخد القرارات بنفسه، مفيش حد واصي عليه، ده الشخص الطبيعي. أو اعتباري، وهناخدوها يعني إيه اعتباري دلوقتي. يمارس العمل التجاري بشكل احترافي، زي ما قلت لك يكون بشكل منتظم مهني قانوني وباسمه، هو اللي بيعمل كل حاجه باسمه، ما بقاش في حد هو اللي بينوب عنه، ولحسابه الشخصي اي فلوس جايه من البنك تروح له هو. طب انا دلوقتي خلاص عرفت ان التاجر ده بيكون شخص طبيعي، شخص اعتباري بيمارس العمل التجاري بتاعه. طب انا دلوقتي في القانون عشان اقول لك انت تاجر، ايه الشروط او ايه الحاجات الخصائص او المواصفات اللي عندك كشخص طبيعي، كشخص عاقل، كشخص تم السن القانوني المصري اللي هو ال 21 سنه. وخلي بالك في فرق ما بين السن ال 18 وال 21. 18 وال 21 انتوا الاثنين سن قانوني، بس في فرق. ال 18 سنه، ال 18 سنه انت عليك واصي، تمام، اللي هو باباك والدك. اما ال 21 انت اللي بتعمل كل حاجه حكوميه باسمك، يبقى انت طالما جبت 21 سنه خلاص الوصايه تتشال من عليك، انت اللي تعمل كل حاجه. تمام. ايه بقى الشروط؟ قال لك الشروط لازم يكون عندي 4 شروط عشان اقول عليك تاجر. اول واحد احتراف العمل التجاري. 2 يمارس باسمه. 3 ملكيه الحساب. 4 القيد في السجل التجاري. يلا بقى نمسك بقى كل واحده ونقولها هتبقى معناها ايه. اقول لك اول حاجه يكون عندي احتراف العمل التجاري، يعني يمارسه بشكل منتظم وليس مره واحده. يعني انا ما ينفعش افتح سوبر ماركت، سوبر ماركت دوت ده عمل تجاري، مركز تجاري، ما ينفعش افتحه يوم او افتحه مره واحده، لا، انا طالما فتحته يبقى انا على طول تاجر، افضل مشغله. قال لك يمارس باسمه، يعني ايه؟ يعني ما يكونش موظف عند شخص اخر. انا مثلا كادهم، تمام، ما ينفعش ابقى شغال عند مثلا فلان اسمه محمد ومارس السجل ومارس الشؤون التجاريه باسمه هو، لا، لازم انا كل حاجه تكون باسمي، الا بقى لو دخلنا في موضوع الوكاله والتوكيل والحاجات دي كلها، كل دي اوراق قانونيه هناخدوها. تمام. بس اول حاجه لازم يبقى الشخص دوت ما بقاش موظف عند شخص اخر. ملكيه الحساب، هو اللي بيتحمل الربح والخساره. كسبت انت المسؤول، خسرت انت المسؤول، انت كتاجر، بس اللي شغالين معاك ما لهمش علاقه ولا بالربح ولا بالخساره. القيد في السجل التجاري ودوت الزامي، لازم اي حد تاجر، تمام، عنده محل تجاري، عنده شركه تجاريه، عنده ملكيه تجاريه، لازم يكون متأيد في السجل التجاري، متأيد في الدوله اللي هو تاجر. ليه بقى؟
لان انا لو مش متسجل في السجل التجاري انت كده يا باشا اتشال من عليك القانون التجاري. انت لو اتشلت من السجل التجاري مالكش قانون تجاري، مفيش قانون يحميك. يبقى انت لازم، عشان اقول لك انا لازم اكون انا محمي بقانون تجاري، لازم اكون انا محطوط ايه في السجل التجاري بتاع الدوله. طب مين هو بقى الشخص الاعتباري؟ قال لك الشخص الاعتباري دوت اللي هي الشركات التجاريه، فتح الله، كارفور، اي شركه تجاريه دوت بيبقى شخص اعتباري. يعني انا الشركه، تمام، بنوب عنها في القانون اللي هي شخص، بخليه شخص اعتباري. تمام. بعد كده يا باشا بقى، ايه هي بقى خصائص السجل التجاري او خصائص القانون التجاري؟ قال لك اول حاجه السرعه والبساطه. القانون التجاري يقول لك والله لا، انا هعمل لك كل حاجه بسرعه، هاخد حقك بسرعه. بعد كده حريه الاثبات، انت كتاجر تعرف اللي انت تثبت حقك بكل بساطه، وهناخدوها كل حاجه بالتفصيل. قال لك الاعتماد على الائتمان. يعني ايه بقى؟ قال لك والله يعني انت معتمد ان انت تامن حاجتك. يبقى خصائص القانون التجاري ثلاثه، اللي هو السرعه والبساطه، وحريه الاثبات، والاعتماد على الائتمان. والتجاره بقى تتقسم فين؟ قال لك والله انا التجاره وبالذات هنا في مصر مقسومه عندي ليه زراعه وليه صناعه. فانت التجاره لازم تكون مقسومه لزراعه وصناعه دوت في مصر. في طبعا دول تانيه بتبقى التجاره قايمه عليها على الزراعه بس، في دول تانيه وبالذات في اوروبا بتبقى التجاره قايمه على الصناعه بس، بس احنا هنا في مصر قايمين على الاثنين، الزراعه والصناعه. قال لك لازم طبعا يكون عندك مكسب وخساره ودوت اساسي. زي ما قلت لك هنا لا يوجد تجاره بدون خساره او مكسب. في خساره في مكسب يبقى في تجاره، ما فيش الخساره ما فيش التجاره، ما فيش مكسب ما فيش تجاره. عشان كده بقول لك هنا إذا سقط مبدأ خسارة أو المكسب تكون الشركة خيرية وليس تجارية. يعني بقى قال لك الشركة التجارية ديت شركة ربحية، يعني دي شركة قايمة على الفلوس. تمام. أنا بعمل لك خدمة، أنا بعمل لك منتج مقابل فلوس، أنا آخد منك فلوس. أما الشركات الخيرية دي شركات غير ربحية. تمام. يبقى أنت شركة خيرية يعني شركة غير ربحيه، يبقى انت مالكش قانون تجاري. اما لو انت شركه قايمه على المكسب والخساره يبقى انت شركه تجاريه، يعني شركه ربحيه يبقى ليك قانون تجاري. كده احنا خدنا نبذه عامه او نبذه مختصره على يعني ايه قانون تجاري. دي كده ان شاء الله كانت اول محاضره، وان شاء الله تكون عجبتكم، والسلام عليكم.